السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم تغريد من قناة أكلة ملوكي. النهاردة بأمر الله ربنا كرمنا كده بضيف غالي. هنعمل له بقى لقمة كده جميلة، غدوة حلوة قوي. ومعانا كمان عشا عروسة خفيف كده ولذيذ معانا كده، ربنا يتم فرحتها على خير يا رب. وعقبال كل البنات يا حبايبي. هنبدأ كده نشتغل في الشغل بتاعنا على طول، في الغدا على طول، ما عندناش وقت. نهار قصير ويا دوبك، ربنا يملاه لنا بركة وخير يا رب. هجيب صينية معايا واحط فيها سمنة او زيت، واحط كبد وقوانص. هنعمل فراخ محشية رز، بس بطريقة زمان بقى، بطريقة امهاتنا الجميلة، اللقمة القمر بتاعتنا دي. معايا بصلتين كبار حلوين، هشوح الاول الكبد والقوانص، وهبدأ احط البصلتين عليهم واشوحهم مع بعض، ونحط بقى التوابل بتاعتهم بقى، ونشوف هنحط ايه تاني. هنا معانا معلقة قرفة صغيرة. انا بحب احط قرفة في الرز اللي انا بحشي بيه الفراخ او الحمام، بتديله طعم حلو قوي. مش حباه خلاص ما تحطيهاش. بحط فلفل اسمر ومكعب ماجي، واحط بقى الرز بتاعي. كل فرخه حلوه وسط كده. طبعا الفراخ المحشيه ما بنحبش نحشي فراخ الكبيره قوي عشان تبقى مستويه معانا. بنجيب الفراخ مثلا ايه الوسط. كل فرخه بتاخد معايا كوبايه وربع رز، او تاخد كوبايه رز حلوه معقوله. عايزه تزودي شويه في الرز وتسويه وتاكليه يعني معاه مع الفراخ، بتبقى حلوه قوي. حطي الكميه اللي تريحك، او على حسب بقى كميه الفراخ اللي انت عاملاها. هنا سقيت الميه، انا مش هسويه بصوا، مش تلات ارباع لا، ولا نص، كمان اقل من نص سوا. ومعايا الفراخ هي اللهم بارك، انا غسلها طبعا من بالليل، عامله لها محلول النقع بتاعها. ومسكتها قطعت بصلايه، وتبلتها بشويه ملح وفلفل اسود صغيرين، وتبلتها بيها من بالليل، مبيتها في التتبيله دي. بصوا اقسم بالله كانت ريحتها وطعمها وهم نفس الطعم ونفس الحكايه بتاعت زمان. هنبدا بقى نحشي بقى الكميه بتاعتنا، وما تحشيش الرز ده الا لما يكون بارد يا حبيبتي. بعد ما سويتيه زي ما قلت لك كده، اقل من نص سوا، مش تلات ارباع سوا كمان. لو الحمام هقول لك اهو، انما الفراخ بتاخد سوا شويه. او انا عامه بحب اسوي الحاجه حلو، ما بنعرفش ناكل حاجه اللي هي ايه تبقى تشد معاكي كده. كل بقى واحد براحته بقى على حسب. نبدا بقى نقفلها، نحشي الفرخه ونقفلها بقى حلو كويس. لو عندك خله قفليها بالخله، الحتت المفتوحه اللي فيه. عايزه تخيطيها بخيط وابره، او بعد كده ما تخلصي سلقها تشيلي الخيط والابره ده، تشيلي الخيط منها، مفيش مشاكل. وتتني الجناحه كده لورا، يبقى شكل الفرخه حلو كده ايه، ودي منظر حلو قوي. هبدا بقى احشيها واخلصها واقفلها كويس. لو عايزه تعمليها مشويه في الفرن في الكيس الحراري تمام، مش حابه خلاص اعمليها كده. هنا معايا فرخه تانية اللي هي بقى بتاعت عشا العروسه. هبدا اتبلها دي، هشويها معايا كوبايه لبن رايب، ومعايا التوابل بتاعتي، ومعايا صلصه، ومعايا عسل، ومعايا صوص الباربيكيو. هبدا بحط ده كله واقلب ده كله، امكسه مع بعضه. واحط معايا التوابل بقى عباره عن ايه، جنزبيل، ومعايا بابريكا، ومعايا توابل فراخ، معايا فلفل اسمر، معايا برضو معلقه قرفه صغيره. القرفه بتليق مع الفراخ حلو قوي قوي، بتعلي التست بتاعها، وبالذات المشويه كمان. جربي التتبيله اللي انا بقولك عليها دي تحفه. واللبن الرايب طبعا لا غبار عليه، بيطري الانسجه بتاعت الفرخه وبتبقى زي العسل. ونحط شويه زيت وقلبي. عايزه تحطي زبده حطي برضو، بصوا بتوديها في حته تانية خالص. دي انا هشويها في الفرن. حابه تحطي في كيس حراري تمام، بس انا بقالي فتره ملاحظه ان الاكياس الحراريه غريبه، مش حلوه، الجوده بتاعتها مش حلوه، مش زي زمان. فانا بحب الحاجه تبقى طريه معايا كده وحلوه. هبدا بقى ايه، اتبل كل الكلام الجميل معايا ده. ولو عندك وقت اركنيها شويه في التلاجة. مفيش وقت خلاص اشتغل على طول. اهو هنظبط بقى كل ده، نتبلها بره وجوه. بص ما تخلوش حته فيها ما فيهاش تتبيله، حطي فيها كلها التتبيله بتاعتها. واحطها في قلب الصينيه، واحط شويه ميه صغيرين تحتيها. عندك عود قرفه حطيه، عندك شرايح ليمون وشرايح برتقان حطيها. عندك ليمونه لومي حطيها في قلب الميه اللي تحت. بصوا تحفه. كل ده بيطلع الروايح العطريه بتاعته عليها، بتبقى زي الورد. ومعايا هنا رقاق طري. معايا بقى، أنا كنت بعمل تعصيجة لحمه، خدت نص التعصيجة حطيت عليها جبنه موتزاريلا. وهبدا بعمل الرقاق الطري رول كده، زي الكونولي كده يا حبايبي. يعني تغيير، انا عامله صينيه جلاش، قلت اما اعمل رقاق بقى بطريقه تانية، بدل طبقات وتحطي فوق منه كده، لا. الطريقه دي هتعجبك قوي قوي، جربوها، جميله جميله جميله. ممكن تعمليها وجنبها شويه بطاطس محمره، شويه سلطه. غدوه جميله وبسيطه وحلوه. وبراحتك، عايزه تقطعي معاها فلفل الوان، عايزه تحطي تبشري بطاطس، بصي الحشوه اللي تعجبك.
ممكن تحشيها جبن زي ما انت عايزه، خضار، بسله وجزر، زي ما حبيبتي متوفر عندك في بيتك اعملي. ربنا يحسن ما بين ايديكم. هبدا بقى اعمل الرولات كلها واسقيه التشريبه بتاعته واحطه بقى في قلب الفرن. كان تحفه، كان طعمه جميل جميل وطري كده وحلو قوي، مقرمش من بره كده ومن جواه طري، بجد كان جميل، كان عامل زي الفطير. هبدا بقى اخلص الرولات كلها ونحط برضو ايه شويه موتزاريلا كده على الوش. عايزه تعملي طبقه بشاميل خفيفه وتحطيه عليه برضو حلو، فكره حلوه. يعني كل مره نوعي كده. انا بما اني عامله صينيه جلاش، انا عملت جلاش معاكم كتير بقى، خلاص انتوا عرفتوا الطريقه. فما رضيتش اصور الطريقه بصراحه. هبدا بقى اكمل الرولات كلها بتاعتي، وكنت طبعا مولعه الفرن سخن قبل ما احطها فيها. اي صواني تشتغلوا فيها بتاعه الاكل لازم تكوني مسخنه الفرن قبليها درجه وسط، ما تعليش قوي النار عليها. بدفي انا كده بقى كوبايه لبن، واحط فيه نص كوبايه زبده. زبده طبعا بتخلي طعمه تحفه، بس لو مش متوفره خلاص اللي موجود عندك مفيش مشاكل. بظبطه كله جنب بعضه اهو تمام. خلاص كده اللهم بارك، كده خلصنا نحط التشريب. واوريك هنا بقى غليت الميه وهسقط بقى الفراخ بتاعتي، واحط بقى البوكيه جرنيه بتاع الشوربه. بحط بقى البصل والجزر وطماطم والتوابل العطريه اللي انتوا عارفينها طبعا. واسيبها بقى ايه يعني، تعرفي انها استوت ازاي من الجناحه. تمسكي الجناح كده تتك عليه تلاقيه طلع معاكي واستوى، خلاص كده انت الفرخه كده استوت معاكي. تروحي مطلعها بقى ونشوف هنعمل ايه فيها باقي. هنا سقيتها كده، حطيت كوبايه لبن وعليها شويه فلفل اسمر ومكعب ماجي، وحطيت له نص كوبايه ايه زبده. هنا جلاش اللهم بارك، بصوا الجمال والحلاوه، اقسم بالله كان شويه جلاش قمر، كان زي العسل بألف هنا وشفا. بص بوريك القرمشه بتاعته حلوه قوي. هنا اللهم بارك برضو الرولات بقى بتاع الرقاق الطري. هجيب بقى بقيه الجبنه الموتزاريلا واحطه بقى على وشه. والله كان تحفه. سبته شويه في التشريبه بتاعته تتشرب منه حلو، واحطه بقى في الفرن ورا الجلاش على طول. تغيير شويه من الشكل التقليدي بتاع الصينيه المدوره، تغيير شويه. انا معايا وصفات ليه كتير قوي قوي قوي، ان شاء الله يا رب ييسر الامر كده واعمل لكم كام وصفه بيه حلو قوي، حلو وحادق، هو جميل في البيت. بص اللهم بارك، هنا داخل على السوا اهو، تحفه، والجبنه ساحت عليه جميل. وهنا الفراخ اللهم بارك طلعت معانا اهي. بدهنها ايه بقى، انا عباره عن صلصه، لو عندك كاتشب يا ريت. دي كانت صلصه وزيت وشويه عسل وفلفل اسمر وتوابل فراخ. ورحت دهنها بقى، عندك حته زبده حطي، عندك حبه زيت حطي، اللي متوفر عندك. ادهنيها بقى وحطيها تتحمر. بصوا بقى الغلطه اللي انا وقعت فيها هنا دي، في واحده اتفتحت مني اهي، كنت رفاها ايه بالاسترتش. لما غلطت وحطيت في الحشوه اللي هي بين الجلد واللحم حته كبده، قطعت لي الجلده. خلي دايما القوانص واللي مع الرز والكبده في قلبها من جوه. بصوا هنا لما بايع اللهم بارك. خلصنا كده الغدا بتاعنا، بصوا الجلاش. وهنا الفراخ هي اللهم صل على حضرة النبي كانت عسل، والجلاش، وعملنا رز وعملنا ملوخية وكانت شوربة، اللهم صل على النبي كانت لقمة عسل. هنا الصينية بتاعت العروسة بوريها لكم اهو. بصوا كانت عبارة عن جلاش ورقاق طري وممبار والفرخة والكفتة، وكان سمبوسة، وحط لها تحت، حط لها رز مبهر برضو معاهم، الفرشة تحت الفرخ، ومزوقة لها بس. بص الكفتة اللهم بارك كانت جميلة، هصورها لكم برضو في فيديو لوحدها بأمر الله. ربنا يفرح العرايس كلهم يا رب ويراضيهم كلهم، ربنا يفرحها ويتملها على خير يا رب، وعقبال بنتي والبنات كلها. والسلام عليكم ورحمة الله.